السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. نتمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا، ولأول مرة كيتفرج الفيديو ديالي وكيعجبو نتمنى يتشارك معايا في القناة، واللي متشارك كيفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. وما تنساوش معاكم لايك وبارطاجيو الفيديو مع احبابكم وصحابكم باش تعم الفائدة. ونبداو الفيديو ديالنا بالصلاة على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم الأخوات غادي نعمل معكم صدر الدجاج مع الخضرة اللي كيجي بطريقة رائعة وكيجي لذيذ، وبالاخص العيال الصغارين اللي ما كيبغيوش ياكلوا الخضره غادي نبدلوا لهم الطرق باش نوعوا لهم الطرق باش ياكلوا ديك الخضره. لا الخضره مفيده بزاف. صافي الاخوات غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه، ونتمنى تفرجوا الفيديو من الاول حتى الاخير. خليكم مع الفيديو الاخوات. عندي هنايا كما قلت لكم غادي نعمل معكم صدر الدجاج مع الخضره. عندي هنايا صدر الدجاج اللي قطعته بهذا الشكل هذا، ها انتم كتشوفوا. وعندي هنايا 4 فصوص الثومه محكوكين، واحد فلفله خضراء مقطعه وفلفله حمراء، قزبر معكنوس. عندي هنايا برنجاله مقطعه وواحد القراع مقطعه حتى هي او القرعه. صافي كنعمل زيت الزيتون في واحد المقله، وغادي نزيد على ديك الزيت الزيتون الثومه، وغادي نديو نجيب ديك الثومه شويه في ديك الزيت باش تطلق ديك النكهه ديالها، وباش نزيد عليها فوق منا صدر الدجاج كما كتشوفوا. غادي نديها ونجيبها بشويه بديك المعلقه العود، وغادي نزيد فوق منا داك صدر الدجاج اللي قطعت. كتجي الاخوات هاد الاكله لذيذه وما كتكون فيها لا مرقه لا حتى حاجه. هادشي كامل كيطيب غير كنشحرو كيطيب دغيا غير في التشحيره. غادي نعمل الاخوات هنا شويه د الملحه. بعد ما عملت الملح كنخلط هاد صدر الدجاج، وما غنعملش غنمشي التوابل كاملين. انتم التوابل اللي غنعمل غادي تشوفوهم. غادي نعمل هنايا واحد شويه نص معلقه ديال الابزار، وغادي نزيد هنايا فوق هاد نص معلقه الابزار معلقه ديال الثومه بودره كتعطي واحد النكهه لذيذه. واللي ما عندوش الثومه بودره ما يعملهاش، صافي يكتفي غير بديك الثومه اللي عمل في الاول. عندي هنا معلقه صغيره ديال الثومه بودره، وغادي نعمل واحد معلقه د لا موطارد، وغادي نعمل واحد شويه د صلصه الصوجه تقريبا حتى هي معلقه هيداك. وغادي نبدا ندي هاد صدر الدجاج في المقله، نديه ونجيبو حتى يبدا يتشحر مزيان ويبدا يطيب يدخلوا الطياب. صافي الاخوات. وعندي هنايا شويه الزعتر غادي نحكو فوق منهم، وغادي نبدا ندي ونجيب هاد صدر الدجاج حتى يطيب غير في التشحيره كما قلت لكم. غنقص البوطه ونبقى نمشي نحرك بالمعلقه ندي ونجيب حتى يطيب لي هاد صدر الدجاج. صافي الاخوات. من بعد ما طاب هاد صدر الدجاج كنزيد عليه واحد مطيشه محكوكه، واحد مطيشه متوسطه ما كبيره ما صغيره، مطيشه متوسطه. وغنخلي هاد المطيشه تغلي شويه نديها ونجيبها حتى المطيشه راه محكوكه دغيا طيب. غادي نحرك شويه على ما طيب هاد المطيشه حيت صدر الدجاج راه طايب. من بعد ما يطيب الاخوات غادي نحيد هاد المقله من فوق البوطه باش نشحر ديك الخضره اخرى. هانتوما كيف كتشوفوا راه ديك المطيشه اللي زدت هاد صدر الدجاج راه طابت. وعندي هنا الاخوات واحد الطاجين غادي نخوي هاد صدر الدجاج اللي زدت عليه ديك مطيشه محكوكه. غادي نعمل هاد صدر الدجاج في الطاجين بهاد الطريقه هذه. وهذيك المقله النيت هي اللي غادي نشحر فيها ديك المقاطر اللي بقات ديك الخضره كامله. غادي نزيد هنايا واحد شويه زيت الزيتون، وغادي نعكب ديك الخضره كامله بديك الثومه بديك الربيع بكل شيء. صافي غادي نكب داكشي كامل. صافي الاخوات. من بعد ما عملت هاد الخضره في المقله غادي نزيد عليها دابا واحد شويه د الملح وواحد معلقه صغيره د الثومه بودره، واللي ما عندوش الثومه بودره يحك واحد 2 ضريصات د الثومه.
هانتوما غنزيد هاد المعلقه صغيره، معلقه د العطريه صغيره د الثومه بودره، وغادي نزيد دابا واحد شويه د الابزار، وغادي نعمل شويه صلصه الصوجه، واحد شويه معلقه هيداك صلصه الصوجه معلقه، وغادي نزيد واحد المعلقه د صلصه الطماطم. وغادي نبدا نحرك هاد الخضره غير بهاد معلقه د العود، غنبقى نديها ونجيبها ببعض تحرك حتى طيب لي، ما نعمل لا ما لا حتى حاجه، غير بديك الزويته، وغنبقى نحرك ندي ونجيب حتى طيب ديك الخضره. صافي الاخوات، هانتوما كيف كتشوفوا الخضره راه طابت، وهزيت داك الطاجين عملته فوق البوطه وكبيت عليه ديك الخضره، كبيتها فوق ديك الصدر د الدجاج اللي كنت شحرته وعملته في الطاجين. كنزيد على ديك الدجاج هاد الخضره اللي شحرت حتى طابت، كنبقى نقادها هيدا، كنعوطها في ديك الطاجين، كنكبها كامله وكنعوطها بحال هاد الشكل هذا، وكنزيد واحد شويه د زيت الزيتون. انا عملت غير شويه، غير بهاد هاد القريعه كنكب، خفت نكب بزاف، كنكب غير قطيره قطيره. غنزيد واحد شويه د زيت الزيتون، وعندي هنايا الاخوات جوج د البيضات، غنزيد نعمل لهم واحد شويه د الملح، وغادي نخلطهم، مزيان، وغادي نملهم فوق ديك الطاجين، غادي نكبهم فوق ديك الطاجين. ها انتم كيف كتشوفوا غادي نزيد البيضات هنايا فوق هاد الطاجين هذا. راه كتجي واحد الاكله الاخوات، صدقوني كتجي لذيذه وكتجي رائعه بزاف. صافي الاخوات، من بعد ما نكب هاد البيضات هذا حتى كنغطي نهض الشرموله وهاد الصدر د الدجاج وجهه كامل بالبيضات بحال هاد الشكل هذا. ودابا غادي نعمل واحد الحاره، واحد الفلفله حاره من الفوق، وغادي نعمل شويه القزبر والمعدنوس غادي ندردرهم من الفوق، وغادي نغطي الطاجين باش يطيبوا ديك البيضات. راه كلشي طايب، غير غيتشحروا ديك البيضات وصافي. الاخوات، هاد الطاجين من بعد ما طاب صدر الدجاج والخضره مشحره بدون اي قطره ماء كيجي رائع وكيجي لذيذ وبنين، ويصلح للوليدات الصغار اللي ما كيبغيوش ياكلوا الخضره. هانتوما كيف كيجي ناشف، ما كيجيش، كيجي لذيذ، وتقدروا تعملوه حتى تعمروه في الساندويتشات اللي ما بغاش ياكلوا هيدا بالخبز. انا كيعجبني هيدا نعملوه في الطاجين وناكلوه بالخبز. هانتوما كيف كتشوفوا كيجي ناشف وكيجي لذيذ الاخوات. نتمنى تجربوا هاد الطريقه وكيجي منكه. وكان هذا هو الفيديو ديالي هذا النهار، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا باللايكات. وما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والى اللقاء، فيديو اللي ماجي ان شاء الله، مع السلامه.